الله يرحمك. انا واحده من الناس في ايام مبارك الله يرحمه كنت بعمل مائدة الرحمن في الشهر مرتين وثلاثه. كانت الفرخه يوم ما تضربها الدم اجيبها ب30 ب40 جنيه. كنت اجيب ال60 فرخه وال50 فرخه اعمل مائدة الرحمن. انا دلوقتي مش عارفه اجيب لنفسي ورك فرخه، مش عارفه اجيب الاجنحه اللي هي بتتجاب بتتباع دي اللي حضراتكم بتقولوا عليها دي ما تتاكلش، احنا بناكلوها عشان احنا مش لاقيين. الجناحات ديت اللي حضرتكم قلتوا لا ده غلط ما تتاكلش، احنا بناكلوها عشان احنا مش لاقيين. ما هو لا يكلف الله نفسا الا وسعها، بنجيبوها مش لاقيين. ازاي حضرتكم بقى بتاكلوا وبتشربوا وشايفين الناس دي كلها جعانه؟ ازاي يا مسؤولين؟ ازاي يا استاذ مدبولي يا رئيس الحكومه؟ ازاي حضرتك شايف الشعب كله كده جعان وبياكل في نفسه وحضرتك مش في دماغك خالص، منفض دماغك مننا؟ مش حضرتكم بتقولوا ان احنا اولادكم كلكم وحضرتكم بتعملوا المصلحه؟ بتعملوا، والرئيس الله يعينه بيعملوا للشوارع وبيعملوا الكباري وبيعملوا كل حاجه. اخد بالك؟ تعالوا شوفوا اسكندريه اللي بتقولوا عليها الشوارع بتتعمل. شوفوا اسكندريه ايام المحافظ بتاع اسكندريه اللي هو اسمه لبيب دوت، مش عارف ايه عادل لبيب دوت ولا ايه. شوفوا الارصفه اللي هو عاملها. لو هو حضرته كان بينزل في الشارع وبيمشي على رجله وبيطلع على الرصيف ما كانش عمله. انا ما بقدرش اطلع على الرصيف، لازم حد يمسك ايديا الاتنين عشان اطلع. هو مش في مسنين في الشوارع، في ناس كبيره. شوفوا الرصيفه معموله ازاي. مش عارفين نمشوا في الشارع، مش عارفين ناكلوا، مش عارفين ندفعوا ديوننا، مش عارفين. انا مش عارفه اقول ايه ولا اقول ايه. خلوا الرحمه شويه ارجوكم، خلوا الرحمه شويه عشان ربنا يرحمنا وينزل رحمته كده هوت علينا ونقوله يا رب. يا مسؤولين يا حكومه، مالكوا يا حكومه ومال الشعب؟ ارحمونا شويه خلاص. ولا الناس اللي سابت ده كله مشاكلنا اتحلت كلها وماسكين دلوقتي ايه؟ الكلاب والقطط. عملوا لكم ايه الكلاب والقطط؟ الكلاب في الشارع لو بترموا لها اكل زي زمان ما كنا بنرموا اكل الكلاب والقطط عمرهم ما هيجوا جنبكم. ولو كل واحده عندها عيل مربياه وما تجيش جنب الحيوان الاخرس ده مش هيعضوا ومش هيجي جنبه. مسميين بتوع الكلاب الكلبجيه. ليه كلبجيه؟ ليه يا محترم ويا محترمه مسميينهم الكلبجيه؟ ليه مش عارفه. عشان بيعتفوا على الحيوان، حيوان اخرس هتتسالي بيه يوم الدين. هو مش رسولنا عليه الصلاه والسلام موصينا على الحيوان وخلي الرحمه هي الرحمه بس في البني ادمين؟ لا، مش للبني ادمين بس، الرحمه للحيوانات وكل حاجه روح ربنا خالقها. يبقى لازم المفروض يبقى عندنا رحمه بيها. هي الناس جرالها ايه؟ هي الناس اللي بتسمي الكلاب وبتسمي القطط ديت ما بيفكروش في ربنا؟ ما بيفكروش ان ممكن عيالهم يحصل فيهم كده؟ الناس الغبيه دي ما بيفكروش ان هيجي عليهم يوم وممكن عيالهم تموت ويجرى لهم اي نصيبه وما يعرفوش يعالجوها؟ اللي بيقولوا على الناس الكلبجيه. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل حد ما عندهوش ضمير. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل حد مش مراعي شغله. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل حد بيجي علينا على الغلابه وما بيراعيش شغله ويشوف الناس الغلابه ديت. بمناسبه الكلام يا سياده الريس، انا عايزه اقول لحضرتك كلام، بس يا رب الفيديو ده يوصل لك والناس المسؤوله مع حضرتك يوصلوا لك الفيديوهات دي بتاعت الناس دي كلها، ومن ضمنهم الفيديو بتاعي ده. انا جوزي كان من المحاربين 73، حضر الحرب بتاع 73 وطالع مصاب
جوزي مصاب حرب من 73 وما خدش معاشه لغايه دلوقتي. الراجل عنده 80 سنه. المفروض ان الجيش كانوا عطاله معاش، لان ده راجل طالع مصاب في حاجه اسمها نبال مش عارفه ولا ايه، مولع في جسمه كله، ومرقعين له واخدين له من ظهره ومن وراكه ومن رجليه، ومرقعين له ودانه ووشه ودراعاته، والمفصل عنده بايظ. وراجل دلوقتي مريض كبد، معاشه بياخد معاش، كان شغال في محل على قد حاله، كان بيدفع تأمينات هو على حسابه، برضه بياخد معاش 2500. يعني لا حول ولا قوه. وراجل مريض كبد، وراجل مصاب عنده مفصل متاكل خالص، وراجل المفروض يبقى ليه حق في الدوله، لان ده راجل برضه مصاب حرب 73، قعد 7 سنين في الجيش وحضر الحرب وشاف الموت بعينيه، وشاف الموت في عينيه. انا ما معيش اروح اجيب لي محامي، اخد بال حضرتك، معيش ان انا اروح اجيب محامي عايز قد كده، انا معيش اجيب. فلو سمحتوا لو في اي حد بايده حاجه يعملها معانا يشكر قوي وجزاه الله خير، لان احنا مش عارفين نوصل لاي طرف ناخده معاش عشان خاطر الراجل ده. جوزي وصل 80 سنه دلوقتي ما خدش اي حق من حقوقه من ايام ما كان في الجيش. والف شكر لحضراتكم، ومعلش طولت عليكم الفيديو. وصل صوتك.